Welcome to a new era. Welcome to the Netflix era. To ESPN. تريبل اتش اللي قدم سنة 2025 وكانت واحدة من أسوأ السنين في تاريخ المصارعة الحرة. ولو فكرت في القرار اللي ممكن يكون خلى السنة دي تتدمر كده، هو طبعا قرار فوز كرينجي اوسو بالرويال رامبل. القرار اللي بالنسبة لي الاتحاد لسه بيدفع ثمنه لحد دلوقتي، واحنا دلوقتي خلاص داخلين وعلى اعتاب الرويال رامبل 2026، واللي بنسبة كبيرة جدا هتكون واحدة من أكبر العروض الرامبل في التاريخ. في الفيديو ده هنتكلم عن مين أهم المصارعين اللي ممكن يشاركوا في الرامبل السنة ديت وإيه أسبابهم. فيلا بينا نبدأ. And I had to tell him zero. مصارع ممتاز والرامبل في بلده يا جدعان، يعني هو الهوم تاون هيرو للعرب وللسعوديين، فبس شكرا. بالنسبة لإتش ده هيبيع لي مرشات، الناس تتفاعل معاه، يجيب فيوز على اليوتيوب، على تيك توك، على اي حاجه، فشكرا. سامي طبعا مشارك معايا، هو انا يهمني في منتج المصارعه غير الكلام ده؟ وصراحه برضه عشان مبقاش بكدب، يعني بعيدا عن كل دوت، سامي يستاهل حقيقي، مصارع مجتهد جدا ومؤدي عظيم يا جدعان. انتوا ما شفتوش ربع سامي والله العظيم، واظن يعني بان لمحات من الاداء اللي قادر يقدمه لك سامي في فتره الاوبن تشالنج، وهو اصلا مهدور حقه جدا ومش اخد ربع حقه او الربع اللي بياخده غيره. اقصد كرينجي اوسو ان هو الربع اللي بياخده غيره ده انا اقصد عليه على فكره. فيعني كل الطرق تؤدي الى سامي. بالنسبه لي سامي مشارك في الرامبل السنه دي. ويا جدعان انا بس عندي مشكله والله العظيم في تعامل الشركه مع سامي زين. يا جدعان سامي زين مش اندر دوج، خلاص عملها في فتره البلاد لاين ونجحت وكل حاجه، هو مش اندر دوج، حوله هيد، خليه يتغير. الناس زهقت من الكاركتر ديت. كفايه سامي زين الاندر دوج المستضعف الكلام ده، والله ما لايقه خلاص. يعني هي كانت حلوه فتره البلاد لاين والضغط النفسي اللي كان بيتعامل عليه من رومان والكلام ده، كانت حلوه واستمتعنا بيها وكانت فتره حلوه. غير كده سامي يا جماعه ما ينفعش يبقى اندر دوج تاني، خلاص ادمت. ما هو مش بعد ما كسب بطوله القارات ومش بعد كل ده هيبقى اندر دوج تاني، مش منطقي يعني. بس كده ده كلامي عن It's LA Knight's game. Yeah. المصارع الغايب بقاله فترة كبيرة جدا، يمكن من قبل السيريس تقريبا. نايت من زمان انا بحبه كمصارع جدا، كاريزما وعلى المايك تقيل قوي بجد، لكن حقيقي كعمر مش عارف افهم ايه سبب تعامل الادارة معاه بالشكل دوت. يعني من ناحية المصارعة فهو كاريزما، مايك ممتاز واداء ممتاز على فكرة، وفول تايمر ومجتهد، وكبزنس لان تيكي او طبعا كلاب فلوس زي ما كلنا عارفين. فنايت عنده حاجتين هم بيعشقوهم، الكاتش فريز قصدي على اليا بتاعت ال نايت، والمبيعات. فكل الاسباب دي اتمنى يبدا ياخد دفعات محترمه السنه ديت ونشوف له حاجه افضل من 2025. يعني مش عايز، يعني والله العظيم يستحق بطوله عالم، يعني صريحه هو يستحق ران ببطوله العالم حتى لو مش كبيره، لو 4 شهور انا مرضي. اعمل ران محترمه لل نايت ببطوله العالم، فوزوا بالرويال رامبل السنه دي وابنك اندر دوج للمنيا. في عندك اسباب كتير قوي، بس لو على بالنسبه لي لو هتديله دفعه ابداها بمشاركته في الرامبل 2026. توقعي ال نايت يا جماعه مشارك رسميا في الرامبل. اوستن ثيوري انا بحبه جدا عموما من زمان، بس سبب وضعي الاوستن ثيوري هنا رغم انه مش مرشح تماما للفوز، الا ان في رايي فبدايه تلميح انشقاق الفيجن هتبدا من الرامبل. ومش عارف ازاي الصراحه، ممكن تبقى يعني ممكن تبقى ان مثلا بريكر يبقى بيطلع حد او كده، فاوستن ثيوري يروح مشقلب بريكر بره الحلبه ويوديه يخرجهم هما الاثنين. ممكن العكس، ممكن بريكر يبقى شايف اوستن ثيوري حد بيطلعه ويسيب اوستن ثيوري ملوش دعوه عشان هو عايز يكسب. فانا عايز اشوف حاجه زي كده، ابوس ايد اهلك يا بخ الكلب، طلع حاجه زي كده، اعمل فكره زي كده، بين لي ان في يا جماعه ان برون بريكر هو طاغيه،
قائد ما بيهموش حد غير نفسه. ابني لي برون بريكر كتريبل اتش 2003 2004 مع ايفولوشن. انا عايز اشوف الحركه دي، ارجوك اعملها. فتوقعي اوستن ثيوري ان شاء الله مشارك في الرامبل. وحاجه كمان بس بعيد عن كده، يا رب الواد ده يتقدر، عشان الواد ده موهبه كبيره، ولو ضاع الشركه هتندم جدا. الواد ده اداؤه والله ما بعيدا طبعا مع اختلاف يعني، بس بالنسبه لي اداؤه فيه شبه كبير قوي من راندي اورتن زمان حقيقي يعني. فبس ده كان كلامي عن اوستن. He tapped out like a little bitch. جونثر، يعني الراجل اللي خلى سينا يعتزل، يعني بطل العالم مرتين، يعني 666 بطل قارات. جونثر مشارك 100% في الرامبل السنه دي. حته يكسب او لا دي نبقى نتكلم فيها بعدين، لكن مشاركه جونثر طبعا جونثر مشارك، والقصه موجوده. جونثر عايز لقب العالم اللي خسره من بانك في سمر سلام، مع ان ده الصراحه مش محتاج دخوله في الرامبل يا جماعه خالص، يعني هو عنده اصلا ريماتش من سمر سلام. وبعدين ده واحد يعني معلش خلى جون سينا، والله ما قادر اقولها، بس خلى جون سينا تاب لايك نقط بقى، ما علينا يعني. في ايه يعني انه ياخد فرصه على بطوله العالم؟ يعني معلش في الكلمه، سيس رولينز اخد فرصه على بطوله العالم قدام جي اوسو بعد ثمانية، ومن غير ما سيس رولينز يعمل اي حاجه، كسبان ماتش ثلاثي ضد رومان وبانك، حاجه كبيره، بس هو ما ثبتش بطل او حاجه. لكن جونثر ده كان بطل عالم، عنده ريماتش، خلى جون سينا يستسلم ويعتزل، يعني ده عمل انجاز تاريخي. فيعني منطقي ان هو ياخد الماتش عادي على فكره، ممكن يروح يلعب بانك في الرامبل عادي جدا. بس طبعا بما ان اتش بيتجه للسيف بوكينج، فجونثر معانا في الرامبل السنه دي. To the badass Braun Breaker, the real best in the world. برون بريكر، اظن حوار انه مشارك ده اي حد على كوكب الارض هيبقى عارفه. يعني الراجل مبدئيا فشل في الفوز بلقب العالم من بانك، ونفسي ومنى عيني اتش يستغل ده ويحول بريكر لشخصيته السنه قبل اللي فاتت لما كان بيدمر. بس دي كانت لايقه فشخ عليه، بريكر كانت لايقه الشخصيه عليه جدا. وكمان وجود بول هيمن المره دي معاه هيديله هيبه اكبر عن مايك. وحتى بقى حته بقى مشاركته ولا لا في الرامبل، طبعا مشارك في الرامبل يا جماعه. وهو مش مشارك بس، ده مرشح اول كمان للفوز بالرامبل مع المصارع الاخير معايا في القايمه. فده كلامي عن برون بريكر، وتوقعي انه بنسبة 100% مشارك، وبنسبة 50% هو بطل رامبل 2026 في السعودية. Acknowledge me. وختامها مسك رومان رينز. رومان السنة دي ما قدمش اي حاجة غير عداوته مع سيس وبانك، وطول السنة مقضيها غيابات ويرجع. لكن بما ان الكلام طالع ان رومان السنة دي هيبقى فول تايمر، فايه ده ممكن يخلينا نتعشم ولا ايه؟ سنه تقيله لرومان. وبالنسبه لي سنه جديده وفول تايمر تبدا بايه؟ طبعا مشاركه في الرامبل عشان يروح يلاعب كودي في المنيا، اللي هي حاجه غبيه جدا يا جدعان. يعني هو اولا كده، هل في ربع ذره حماس لكودي ورومان في 2026 يا جدعان؟ يعني ايه الحماس في كده يا جدعان؟ العداوه دي يا جماعه شغاله من كاس العالم 2022 اللي هي كان ميسي كسبان فيها بطوله كاس العالم، واثبت ان هو افضل لعيب في التاريخ وكل الكلام ده، ما علينا يعني، ده حاجات فرعيه. بس يا جماعه ليه عداوه تبدا شغاله 4 سنين كامله؟ ليه يا ايه ده في عرف مين لا مؤاخذه الكلام ده؟ وبعدين يا جماعه انا عندي سؤال، هو رومان محتاج الرامبل دي عشان يروح يلاعب كودي؟ معلش يعني هو محتاج الرامبل؟ لا طبعا يا جماعه. طب ما هو عادي يروح يقول لكودي انا عايز اخد الريماتش بتاعي ان انا يعني سايبه من الريسل مانيا من ريسل مانيا 40 بقالي سنه ونص وداخل على سنتين سايب الريماتش. يا جدعان هو تريبل اتش عايز يلعب في ثوابت الرياضه؟ يعني معلش يا جدعان، هو ايه يعني في عرف مين ان المصارع لما يخسر بطولته ما يبقاش ليه ريماتش؟ منطقي يا جماعه ان رومان رينز يبقى ليه ريماتش عادي. تريبل اتش بقى عايز يلعب لك في الثوابت ويخليك ايه؟ لا يا بص انت خد اللي انا هقوله لك وكله. هو ما فيش ماتشات خلاص، انا اكسب اللقب بمصارع البطوله وابني له اوحش قصص عقبال ما اخسره. يعني يا جماعه ده حوار الريماتش ده لوحده يطلع منه قصه، لكن انت ما بتطلعهاش. فيعني رومان رينز ما لوش لازمه مشاركته، لكنه طبعا مشارك، وطبعا هو المرشح الثاني جنب برون بريكر للفوز بالرامبل. وبس كده يعني. ده كان فيديو خفيف لطيف يعني، هو كان فيديو سريع قوي اصلا. عشان بصوا يا جماعه انا اقسم بالله الاسبوع الجاي امتحانات
امتحانات هبقى انا الاسبوع الجاي همتحن فعلا. فللاسف انا مش قادر ابقى اعمل فيديوهات قصص، مع اني محضر قصه هتعجبكم قوي. وعن رومان رينز يا جماعه، بس عشان ما تقعدوش تسالوا هو عن رومان رينز صراحه، انا صريحه هو عن رومان رينز، بس هتبقى بقى حاجه وهم. ففيديو جون سينا حد فاكره اعلى بقى، اعلى بكتير، يضرب بقى في مليون بقى ان شاء الله يعني. فالفيديوهات ممكن تبقى خفيفه الايام ديت، انا اصلا كنت تعبان والله ما قادر انا اسجل، بس قلت صراحه الاستمراريه لازم تفضل شغاله يا بيه. فهنسجل النهارده. تنسوش بقى في اللايكات والدعم وكده عشان القناه توصل 300 لسه مشتركين، فيعني مشوا الدنيا بقى وبس. ده كان كلامي عن الفيديو النهارده، ده كان كلامي. استنوا فيديو رومان رينز ان شاء الله هيتاخر، ممكن ما ينزلش كمان الاسبوع الجاي، يبقى نازل فيديو تاني. لكن اصبروا عشان اللي يعني اصبر تاخد حاجه نظيفه. كنت اقدر اكروته بس ما رضيتش، قلت لا، الزعيم يتعمل حاجه بيه تليق. بس كده، ده كان كلامي النهارده. متنساش تعمل شير ولايك جديد. يلا، ده كان نهايه الكلام. سلام.